اصحاب عاملين انت وحشتوني جدا جدا. في بدايه الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك وشير. انا النهارده جايلكم قصه مفيده وجميله قوي 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 مع بودي ولينا. بودي عنده 9 سنين ولينا عندها 9 سنين. لينا بتهتم بنظافتها جدا، وبودي ما بيهتمش بنظافته جدا وبيحب ياكل من الباعة الجائلين. يلا نبدأ. يا بودي خد سندوتشاتك يا بودي. لا انا مش عايزه، انا اروح اكل من الباعة الجائلين. لا خد سندوتشاتك عشان ما اروحش اقول لماما. لا انا هروح اكل من الباعة الجائلين. ماشي بس اما اروح هقول لماما. ماشي. عايز سندوتش يا شيف؟ ماشي حاضر، اتفضل. انا هقول لمامتك اما اروح يا بودي. ماشي قولي. يا ماما. نعم يا حبيبتي. بودي يا ماما ما يرضاش ياكل سندوتشات. ماشي انا هروح اضربه دلوقتي. ودي يا بودي انت ما اكلتش سندوتشاتك ليه كده يا ماما؟ بطني وجعانه قوي يا ماما، بطني وجعانه قوي. طب تعالي نروح للدكتور، قلت لك مليون مره ما عادش تاكل من الباعة الجائلين. انت يا حبيبي بتاكل من الباعة الجائلين ليه؟ انت بتاكل من الباعة الجائلين ليه؟ انا هديك حقنه لو عملت كده تاني. والنبي خلاص يلا نكشف. ده انت لازم تاخد حقن. انا عايزه اروح ازور عمر بس خايفه لا يعديني. بس هو عنده بطن وجعاه بس، لكن هو ما بيعديش اما اروح له بقى. ازيك يا بودي؟ الحمد لله. قلت لك ما عدتش تاكل من الباعة الجائلين وانت ما بتسمعش الكلام. انا اسف. ماشي. وكده يا جماعه نهاية القصة، ولو عجبتكم اكتبولي في الكومنتات. ومعانا بودي ولينا. أنا الشيف اللي بطبخ، أنا الشيف اللي بطبخ. إيه رأيكم يا جماعة في البيتزا اللي هو عاملها؟ لو عجبتكم اكتبولي في الكومنتات. وباي، استنوني بقى بقصص كتيرة وحاجات جميلة جدا جدا. باي يا جماعة. نسيت أقول لكم مميزات لينا وعيوب بودي. مميزات لينا هي كانت بتهتم بنظافتها جدا، بس هي كانت بتبالغ في النظافة جدا، لكن هي شاطرة جدا. وعيوب بودي اللي هو كان بياكل من الباعة الجائلين وما كانش بيسمع كلام مامته، فعشان كده بطنه وجعت. فعايزين كلكم بقى يا جماعة ما تعملوش زي بودي. وباي.